البنات ومرحبا بكم قناة ام صفاء ومروه. اليوم ان شاء الله نقدم لكم كسكسو مغربي بالخضره والدجاج. وانا شخصيا كيعجبني الكسكسو وكيعجبني تكون فيه الخضره كثيره، وان شاء الله غنشوفوا المقادير. عندنا جوج قطع ديال ليشو اللي هو الملفوف، عندنا 400 غرام ديال القرعه الحمراء، عندنا 400 غرام ديال الخيزو، عندنا 400 غرام ديال اللفت الاصفر، عندنا 400 غرام ديال اللفت الابيض، عندنا 400 غرام ديال القرع، عندنا 400 غرام ديال البطاطا، وعندنا فلفله حاره، وعندنا كيلو و300 غرام ديال الدجاج، عندنا 4 المطيشات محكوكين، عندنا بصله ونص مقطعه قطع كبيره، وبصله بوريه نسمو بها، وعندنا حزيمه ديال القزبر معدنوس، وعندنا 125 غرام ديال الفول مرقد ليله كامله، و125 غرام ديال الحمص مرقد ليله كامله، وعندنا نص كيلو ديال السميده مكسكس، وعندنا نص معلقه ديال السمن باش غنقليو الدجاج، وعندنا الزيت على حسب القياس، شويه يكون كتير، وعندنا 4 معالق ديال القرفه، و4 معالق ديال السكينجبير، وعندنا شويه ديال الخرقوم ديال الملون، وعندنا معلقه ديال الملح على حسب الذوق، وعندنا معلقه ديال الخرقوم ونص معلقه ديال البزار. ونبداو على بركه الله. نديروا الزيت، غناخدو الدجاج، بسم الله، ناخدو الخرقوم، قرفه، كينجبير، ناخدو الخرقوم بلدي، البزار، على حسب الذوق، معلقه ديال الملح على حسب الذوق، نص معلقه ديال السمن، البصله، مطيشه، نحركو داك الدجاج مع العطور. هاد الكسكسو راه ديال 4 الاشخاص، هاد المقادير اللي دايرين ديال الخضار والكسكسو ديال 4 الاشخاص ان شاء الله. ودابا غنحطوه فوق البوطه باش يتقلى. ها هو الدجاج ديالنا كيتقلى، ومن بعد غادي نمرقوه بالماء وغنخليوه يطيب شويه عاد باش غنهزو داك الدجاج ونرميو الخضار. حيت هذاك الدجاج غادي نحمروه ان شاء الله، هذوك الطريفات غنمرقوه ونخليوه يطيب شويه عاد غنهزوه الفوق، غنهزوه وغنرميو الخضره وغنحطو الدجاج فوق الخضره باش منين نبغيو نحيدوه نحمروه نلقاوه حاطينه غير الفوق. نحيدو الدجاج باش نهزوه الفوق الخضره، حيت غنرميو الخضره وغنهزو الدجاج باش يبقى الفوق. حيدنا داك الدجاج وغنرميو دابا داك الفول، حمص، وغنرميو الخضار صافي. غنرميو الخضره ديالنا، اللبس كيكون هو الاول
بالنسبه للبنات اللي عاد بداو الخضره القاصحه كتكون هي ديما الاولى كنرميوها، اللي كطيب دغيا تنخليوها الفوق. خيزو بطاطا قطع ديال ليشو القرعه غنديروا الدجاج ديالنا الفوق وما نكثروش الماء بزاف باش ما تفادش لينا البرمه، حيت غادي تهبط الخضره وما يبقاش بحال هكا. غينزل كلشي غير بدا يطيب غينزل، يا ما تخافوا منه ملي تشوفوه عامر بحال هكا. الخضره ديالنا راه كطيب مع الدجاج، ودابا غنصايبوا السميده. عندنا نص كيلو ديال السميده سبق لي قلتها لكم، كنقيو على تكون شي حاجه فيها ما فيها والو. دابا غنديروا لها شويه ديال الزيت ونخلطوه، نخلطو فاش يدخل فيه داك الزيت مزيان، غير بشويه. البنات اللي عاد بداو ما يخافوش منها، راه مكسكسه تجي ساهله هذه. عندنا كويس ديال الماء فيه شويه ديال الملحه، خلطوه به سوا. صافي وغرموه في الكسكاس. بسم الله. ها هو الكسكاس غنرميو فيه السميده، نخليوها تتفور مزيان، وغنوريوكم عاوتاني نوريكم المره الثانيه. هذه الاولى الفوره الاولى غنخليوها تفور مزيان. هما الطريفات ديالنا ديال الدجاج حيدناهم من البرمه ولقمناهم شويه، درنا لهم شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه الملحه، ودهناهم بالزبده وغندخلهم الفران. ها هو الدجاج ديالنا دخلته الفران وغنخليوه يتحمر. ها هي السميده ديالنا كسكسو بعد ما فار الفوره الاولى، غنعاودوا ليه الثانيه وتشوفوا معنا ان شاء الله. الكسكسو ديالنا غنعاودوا ليه شويه الزيت وشويه الماء بعد ما فار الفوره الاولى كتشوفوا. نحركو غير بشويه، راه ساهل بالنسبه للبنات المبتدئات، راه ما غتجيهم حتى شي حاجه صعيبه كي كتشوفوا، راه ساهل. وسنعاودوا ليه الثانيه والثالثه وان شاء الله نتلاقاو في طبق. ها هو الكسكسو ديالي، كسكسو مغربي بسبعه الخضاري والدجاج محمر فوق، كنحيدوه تنحمرو كي قلت لكم. وها هو كنتمنى تجربوه ويعجبكم وبالصحه والراحه. ها هو كتشوفوا كيجي زوين ولذيذ، وكنتمنى تجربوه، راه ساهل. والبنات اللي عاد بداو راه ما يجيهمش صعيب، راه وريتكم الطريقه وبالصحه والراحه ان شاء الله. وكنتمنى نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.